وصيف المغرب الفاسي في الكونفدراليه وادي الافريقي، والهدف الاول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا كره من صابر خليفه الى الشنيحي، والشنيحي يسجل امامنا ابراهيم الشنيحي في هذه اللقطه 9 اهداف، واحد من الهدافين بعد طه ياسين الخنيسي في الدوري. تولى المهمه خلفا لقيس اليعقوبي، طبعا اللي رحل لتدريب نادي الوكره وكان متصدر وقتها 6 اسابيع، كان جمع 13 نقطه، لكن هدف ملعوب حلو قوي صابر خليفه، ومحاولات من فوزر من جانب الفتح، ولكن كره ادي امامنا الاعاده، وادي الكره تلمس في اللاعب اللي امامنا اهو، اعتقد في اللاعب اللي لمست في ايده. شوف امامنا هنا لاعب محمد فوزر والتعادل هنا في هذه اللحظات للفتح الرباطي عن طريق اللاعب محمد فوزر في اللقطه الماضيه، ركله جزاء ومعها التعادل للفتح لتصبح النتيجه 1-1. ادي امامنا هنا وليد الرجراجي ومحمد فوزر يسجل التعادل، هدف التعادل الشوط الثاني. كان ضغط واضح من جانب فريق نادي الفتح. ادي امامنا الجماهير في ملعب مولاي الحسن، بقت النتيجه 1-1. ركله الجزاء يلعبها بالقدم اليمنى حلو، وادى فاروق بن مصطفى في اليمين وحطها على يسار حارس المرمى. كره الهدف الاول، هدف التعادل 1-1. فريق تقدم عن طريق الشنيحي. امامنا روزيك يتلقى انذار، وكره قلشه وخطيره واستلام وهدف بدر بن الحروب امامنا هنا يسجل في الدقيقه الرابعه من وقت بدل الضائع. هدف جميل امامنا، الكره تضرب في راس المدافعين، بص امامنا الاعاده، وادي امامنا استلام وتسديده ومحاوله رائعه هنا من اللاعب اللي سدد، اللاعب ايوب سكوما